بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا المتابعين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل بيكاتا بالفراخ والمشروم. الطبق ده بالمناسبة إيطالي، وكل الناس بقى بتجتهد كده بتعمله بالطريقة اللي تشوفها. إن شاء الله هنعمله بطريقة جميلة النهاردة، كنوع من أنواع التغيير يعني. طبعا دي معلقة سمنة على معلقة زيت، وبحطهم يسخنوا على النار. الفراخ بتبلها بالملح والفلفل بس، بعد عصرة الليمون اللي احنا شفناها. فضلا يا شباب، لو بتستفيدوا من فيديوهاتنا بتعملوا لنا اشتراك في القناة ولايك. بنحبكم في الله. وكنت حابة اتكلم في حاجة كده اذا سمحتولي يعني. الاخوة والاخوات اللي بيخلوا اطفالهم يجيبوا المفرقعات بتاعة اللي بيفرقعها في الشارع ديت، والبومب والصواريخ. احنا في رمضان و... وكل سنة وانتم طيبين وكل حاجة، بس مش لازم نفزع الناس يعني. نعلم ولادنا انهم يتصدقوا بالفلوس دي احسن من اللي بنعمله في نفسنا ده يعني. آه، مش حلو ان احنا نأذي بعض يعني. طبعا انا خليتها اخدت صدمة على الوشين الفراخ يعني. وبعدين حضرت بصلة هنا، قلبتها تقلبتين، آه، وحطيت عليها فص توم. وهنا المشروم. البصل ما بياخدش لون يا جماعة. آه، الأكلة جميلة جدا ونوع من أنواع التغيير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا في كوباية لبن، وفي هنا حاجة أنا بستخدمها بديل للكريمة اللباني. طبعا بعد ما قلبت المشروم تقلبتين كده، رجعت تاني حطيت الفراخ على المشروم يعني. ودي كوباية اللبن بتاعتنا. وزي ما قلت لكم، اخر حاجة بضيفها اللي هو بديل الكريمة اللباني. المفروض ما تتضافش والاكل على النار يعني. ودي معلقة دقيق في نص كوباية مية كده، عشان بربط فيها بيها الوصفة يعني. ودي اخر مكون معانا، اللي هو كوباية لبن عليهم معلقتين قشطة. دي بديل الكريمة اللباني. وطعم الأكلة وعد جميل جدا لو عملتوها، والله حلوة قوي ونوع من أنواع التغيير. البيكاتا زي ما قلت لكم في الأول الأكلة إيطالي، والناس بقى بتحاول تغير يعني. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. ودي الطبق التحفة بتاعنا، ونشوفكم على خير يا رب.